في فيديو مراجعة على الصف الثاني الإعدادي. هنقسم المراجعة لجزئين، الجزء الأول سؤال الليسن، السؤال الأول والثاني ليسن، وبعد كده نظام المحادثة، وبعد كده ميني ديالوج. والنهارده هناخد أهم التشوز في المنهج. هتقول لي يا مستر دول عدد كبير، فالنهارده هنستخدم كتاب هلو، كتاب المدرسة. فالنهارده هناخد بيج نمبر 12، هنقعد نحل بيج نمبر 12 في الورك بوك مش سيت بوك. بص الكتاب عندك في اخره كده هتلاقي فيه امتحانات واسئله كتيره في مديول 1 مديول 2 3. فالنهارده ان شاء الله هناخد مراجعه على المنهج، على السؤال الاول والثاني والثالث والرابع والاختيارات اللي في المنهج. والان اول سؤال بيجي لنا ليسن، ثاني سؤال برضه ليسن، ثالث سؤال محادثه، الرابع ميني ديالوج، والخامس هيجي لنا اختيارات. والان مع السؤال الاول طبعا هنستخدم كتاب هلو، كتاب المدرسه، فطبعا كتاب في غايه الاهميه. ففي بيج نمبر 12 السؤال الاول ليسن، السؤال الثاني ليسن، السؤال الثالث ديالوج، 4 ميني ديالوج. هيدخل المدرس معاه فقره صغيره هتسمع كويس، قبليها تكون قال السؤال مره واثنين وثلاثه، فالمدرس هيقرا وانت ما عليك الا تتعلم في السؤال ده. هيجي السؤال الثاني هيقول سؤال وجواب. السؤال ده بيطلب منك انك عارف ادوات الاستفهام، حروف الجر، مركز على كل الجمل في المنهج، يعني كل وحده مركز عليها. يعني السؤال الاول بيقول لك listen and choose the correct answer from A B C or D. قلنا في بيتش نمبر 12 why was the boy not know where to go. هيكون المدرس دخل قرا جمله منها it is his first day at school. بيقول لك on which floor is the library. طبعا the second floor. حسن is going to show the boy his class. هتقول لي عرفتهم منين يا مستر؟ المدرس هيدخل يقرا يقول لك ايه؟ it is the first day to this pupil، لهذا التلميذ، يبقى first day. يقول لك he is going to the library and he didn't know how to reach this library. كيف أصل المكتبة؟ the boy know him to reach، عرف يوصل ازاي. the library is the second floor. طبعا هيقراهم فقرة فأنت بتسمعه وهتعلم على الإجابات. بعد كده السؤال الثاني لازم عارف وير يعني ايه، وين يعني ايه، وقت يعني ايه. بمعنى أصح لازم عارف كل أدوات الاستفهام. مثال listen and answer the following question. What is Sarah going to do at the weekend? What يعني ما أو ماذا، يعني ماذا تذهب لسارة لكي تفعل ايه، هتعمل ايه. يبقى أنا عارف أقول مثلا ايه she is going to make مثلا homework، تعمل الواجب. where بنسأل بيه عن المكان، لازم عارف where المكان. where is هالة going to go to the weekend، أين تذهب هالة، هالة رايحة فين. يبقى أجيب مكان at the supermarket أو go to the hyper أو go shopping، مكان للتسوق. when وقت وزمان. when will هالة come back home، متى ترجع البيت، أو at night. يبقى السؤال الأول والثاني بيعتمد على الليسن، بتسمع المدرس كويس وبيقول معاك. بعد كده السؤال الثالث نظام محادثة وميني ديالوج. والآن مع طالب هيقوم الوقت بحل هذا السؤال وهنقراه مع بعض من الكتاب. قلنا بيج نمبر 12. طبعا هنجيب السؤال وهنبص على الكلمات. السؤال complete the following dialogue. complete the following dialogue with one word each. is talking to. طبعا محادثة بين اثنين والمحادثة بتدور على هذا الحوار. بقول لك complete the following dialogue with one word each. طبعا الموجودة في بيج نمبر 12. بقول لك حمدي
is talking with one student at school. بيتكلم بيقول له hello my name is حمدي، اسم حمدي. قال له is your name. نقول ايه يا يوسف؟ هنقول وات يا مستر. صح وات. ليه وات؟ عشان هنا اسم. صح عشان هنا في الإجابة I am فريد. قال له I am فريد. I am a new here. Where is that؟ Where is the ايه؟ قال له it is a big room. يبقى where is the ايه؟ هيبقى كلاس روم. برافو عليك كلاس روم. أين حوض الفصل؟ رد عليه مكان. It is a big room at the end of this. في نهاية الايه؟ طبعا هنا يعني مش واخد بالك، فاكر انت؟ this corridor. كوريدور يعني ايه؟ كوريدور يعني ممر. صح، نكتب هنا في الكتاب ده كوريدور. يبقى هنا كوريدور. تمام. راح قال له ايه؟ يد at 10 o'clock you are may in BE class. طبعا قال له عند حصه ايه؟ التربيه الرياضيه. قال له come with me تعالى. قال له وي نقط هاري ينقط نسرع وايه؟ يجب ان نسرع. صح وايه؟ ماست. ادي الام شويه الام ماست. يبقى وي ماست هاري. يبقى وي ماست هاري اتس almost 10 o'clock now. طبعا كده خلصنا من السؤال الثالث. قلنا ده موجود في بيج نمبر 12. هنيجي على السؤال الرابع. supply the missing parties in the mini lab. طبعا محادثه بين اثنين نفس الطريقه. نركز على المحادثه شويه ونحاول نحل. بيقولوا excuse me excuse me. هنا where is the office please. where is the office. أين يوجد مكتب البريد. where is the office. أين المكتب. طبعا هو المكان أو أي مكان أو it مثلا is next to the post office. قريب من مكتب البريد. واحد يقول ممكن it is next to cinema. قريب منين؟ من السينما. يبقى هنا مكان. يبقى وين جبت مكان في الإجابة مكان. واحد يقول له كان وردة بتسأل ليلى كان I ask question. ممكن أسألك سؤال؟ قالت لها إيه؟ when I was a child. لما كنت صغيرة I lived in الأقصر. طبعا لما كنت صغيرة عايشة في الأقصر. يبقى ده مكان. يبقى نقول لها إيه؟ where did you live. أين كنت تعيشي؟ when you were young. لما كنت صغيرة. يبقى أين كنت تعيشي لما كنت صغيرة. كده انتهينا من السؤال الأول والثاني والمحادثة والمدرسة. طبعا أنا براجع مراجعة عشان ليلة الامتحان. والنهارده هنكمل من كتاب اللي هو هلو. يبقى نركز مع بعض هنا كتاب هلو. هنفتح مع بعض الكتاب. طبعا كله معاه الكتاب بتاع المدرسة اللي هو هلو. هنفتح دلوقتي صفحة بيج نمبر 11 صفحة 11. طبعا كله معاه كتاب دوت في المدرسة كله مستلم. فهنحل الاختيارات اللي موجودة في المنهج. يعني بيقول لك choose the correct answer from A, B, C or D. قلنا بيج نمبر 11. You not look right and left before you cross the road. نقط يجب أن تبص يمين وشمال قبل ما تعدي الطريق. يبقى you ايه؟ must. يبقى you must. يبقى نمبر B. 2. when did علي that book. طبعا when ده استفهام. did فعل مساعد. علي فاعل. that book طبعا بقت الجملة. طبعا لازم يجيب الفعل في الايه؟ في المصدر. يبقى when did علي buy. يبقى حلها B. 3. منى to school yesterday because she was ill. الكلام في الماضي. يبقى منى didn't come نمبر D. 4. I am hungry أنا جعان. I think أول ما نشوف I think I expect I hope ده بيتكون عن مستقبل والفعل في المصدر. يبقى دي 4 حلها C. Go up the stairs اطلع على السلم. The laboratory is on the first. The first ايه؟ floor الدور الأول. رقم D. 6. It is the best من الأفضل. من الأفضل ايه؟ Your school bag the night before you go to school. توضب شنطتك قبل ما تروح المدرسة. يبقى pack تعبأ أو تربط. 7. On my
I can see that what we English in the morning. يبقى in my new timetable في جدول الحصص بعرف حصة اللغة الإنجليزية. بعد كده sunglass نظارة الشمسية can not your eyes from the sun. طبعا حلها سي protect. يبقى كده حلينا أول مديول رقم قلنا 11. بعد كده هنيجي على رقم 13 صفحة 13. بقول لك choose the correct answer from ABC. You not stay in the library after 6 o'clock because it closing then. يبقى you طبعا ايه؟ you can't stay. ما تقعدش في المكتبة عشان المكتبة تقفل لحد الساعة 6. يبقى رقم B. Look, grandma is carrying a lot of bags. I will help. ده قرار سريع. بقول لك انظر هذه المرأة جدتك بتشيل شنط تقيلة. قال له خلاص هساعدها. يبقى I will help. رقم B. 3. It's near the end and it's 3-0 for Egypt. We the game. طبعا هنا المضارع بسيط يا جماعة. يبقى الماتش هينتهي في دليل. يبقى are going to win. يبقى رقم A. 4. We know at the museum tomorrow. Do you know to come with us? طبعا are going to عشان في نية وتخطيط. رقم B. 5. We can enter the through those metal gates. We can enter ممكن ندخل نقط خلال البوابات تفتح. طبعا we can enter the palace يعني القصر. رقم 6. A is the world's largest animal من أكبر الحيوانات. طبعا D whale حوت. 7. حمدي has cousins in English and other in Italy. طبعا and other relatives أقاربه في هناك. يبقى رقم B. 8. I love that book. بحب هذا الكتاب. I think it's بحب الكتاب. It is a wonderful. C. بعد كده مع نمبر 19 صفحة 19 من كتاب المدرسة بيقول له إيه؟ After completing university بعد انتهاء من الجامعة a student get A الطالب يحصل على إيه؟ degree درجة علمية. B. أحمد is a university أحمد في جامعة نقط he has a degree in engineering. طبعا university graduate درجة جامعية هو يحصل على هندسة. رقم A. بعد كده everyone knows who أحمد he is very طبعا he is very إيه famous شخص مشهور. رقم D. ناتاليا has always been very نقط at her job she is the best طبعا she is successful ناجحة متفوقة. رقم B. have you نقط my brother مهيت طبعا have you بنجيب التصريف الفعل يبقى A met. بعد كده نمبر 24 زي ما الطلبة طلبوا مني احل معاهم بحل معاهم اهوت من المنهج بتاعهم. 24 صفحة 24. That is the stadium. الاستاديوم مكان يبقى مكان نختار ايه؟ where my favorite team play يبقى واحد حلها A where. Tennis is a sport تنس لعبة. I have always been a good طبعا لعبة يا جماعة يبقى هنا ايه؟ طبعا where. هنا اسف which عشان هنا لعبة غير عاقل. 3. You finished your homework وردة طبعا ده سؤال واليو ده مضارع تام يبقى have. رقم D. Have you finished your homework وردة؟ 4. I have been to Cairo but أنا بحب القاهرة ولكن been to الأقصر طبعا ولكن I have هنا have been to طبعا ما ينفعش. I have been to Cairo but I haven't been to الأقصر ولكن ما بعيش في الأقصر. طبعا ممكن but I never been أنا مش من الأقصر لكن هنا haven't been. have been يعني إيه؟ يعني haven't been مش عايشة فيها. رقم 5. the final of the tennis نهائي التنس is on Saturday طبعا هنا competition منافسة التنس يوم الأحد. 6. the students are الأولاد يكونون they come from many different countries طبعا the students are طبعا هنا travelers من المسافرين لأنهم بيجوا من دول تانية. رقم A. 7. did you win a أنت فزت نقط when you won a competition prize يعني جائزة
هل أنت فزت بالجائزة لما كنت في المسابقة؟ رقم 8 This key هذا المفتاح is one of many historical in the museum في المتحف. طبعا historical objects الأشياء التاريخية. بكده انتهينا كمية كويسة جدا من التشوز على السؤال اللي في الامتحان، السؤال الخامس. يبقى كده الحمد لله النهارده خدنا سؤال ليسن الاول والثاني، خدنا سؤال المحادثه، خدنا الميني ديالوج، خدنا اهم التشوز في المنهج من الكتاب بتاعنا اللي هو بيج نمبر 11 و13 و19 و24. زي ما طلبتم نحل من الكتاب حلينا اهم الاسئله من الكتاب. بس بقول لكم على سؤال المحادثه ده لازم تعرف وين بنسال بيه عن المكان، وات معناها ما او ماذا، وين وقت وزمان، واي لماذا، which ايهما. تبقى حافظ كلمات لان السؤال ده بيعتمد على الاستفهام. زي ما هنا قلنا وات الاستفهام، هنا مصر يجب ان في الوحده الاولى، هنا سالنا عن مكان فقلنا هنا ايه وير، هنا سالنا عن مكان وجد فيه قلنا وير. يبقى لازم نعرف كل ادوات الاستفهام وتعرف ان اي فعل مساعد او ناقص معناه هل بنجاوب عليه يس او نو. ان شاء الله المراجعه لكم من عجبتكم، وباذن الله في مراجعه ثانيه على القصه وعلى الكلمه الخطا وكيف تحل لتر او باراجراف. ان شاء الله مراجعه ثانيه قريبا جدا، وان شاء الله تكون المراجعه عجبتكم، وباذن الله انتظرونا في المراجعه الثانيه. جود باي ويز مستر هشام.